السلام عليكم ورحمة الله خوتي خياتي، مرحبا بكم. راح نديرو اليوم رحلة إلى المغرب. شوفوا السياحة الخفية اللي كاينة تما وشنوها وكيفاش يديروا شراو صاري سومات العفاسي. رحلة اليوم شغل راك انت تما خويا العزيز، شغل راك مع مرشد سياحي. عفايس جاميشتهم عفايس ما تقدرش تشوفهم هكذاك برك. ليسونسيال خوتي، ما تنساوناش بالجام، صلوا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ويا ندخلوا نشوفوا واش راهي مخبيه الحاله يا ودلالي. يا لا تسقاو. موضوع حلقة اليوم السياحة الجنسية في المغرب. التصريحات التي أدلى بها لوك فيري وزير التربية الفرنسي الأسبق بخصوص تورط وزير فرنسي سابق في استغلال جنسي لأطفال قاصرين في مدينة مراكش المغربية، تصريحات أثارت جدلا كبيرا في فرنسا وفي المغرب. من أجل كشف خبايا هذه الظاهرة التي يعرفها المغرب، كريم حقيقي وعزيزة نايد سيبة الموجودة معي في الاستوديو انتقل على عين المكان وعاد لنا بهذا التحقيق. نوصيكم بك خوتي، حنا نقادروا بعضنا، ماذا بكم فيديو تتفرجوا وحدكم برك الله يسركم. يستقطب المغرب قرابة 8 ملايين سائح كل سنة، قطاع يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد المغربي، فالسياحة تدر على البلاد مليارات الدولارات. هذا وتعتبر مراكش القلب النابض للمغرب السياحي. المدينة أصبحت قبلة للسائحين المغاربة والأجانب الذين يتوافدون عليها كل سنة للاستجمام والتسوق من السلع التقليدية أو الاستمتاع بمناخها الخاص، ولا سيما ساحة جمع الفنة التي تعتبر فضاء للترفيه للكبار والصغار. هنا يتباع كلش خوتية، هنا يتباعوا الصغار الكبار، يتباع كلش نوع راكم فاهميني. لكن بعد إسدال الليل لستاره نكتشف نوعا آخر من السياحة في قلب المدينة الحمراء. لتقصي تفاصيل هذا الواقع اخترنا التصوير بكاميرا خفية، وسرعان ما اقترب منا هذا الشخص. أهلا بك صديقي، عما تبحث؟ أتريد ممارسة الجنس؟ لدي ما تبحث عنه، يمكن شراء كل شيء هنا. لدي أطفال كذلك، أقدم لك ما لدي، تتفحص وتختار ما تريد، والثمن معقول، 300 درهم فقط. هذه هي السياحة تما خوتي، واحد ما يخلع ولا ما كان سياحة كاين هذا الشيء، فهمتوا خوتي؟ يختفي الرجل لبضعة دقائق ويعود ومعه مراهق لم يتعدى عمره 17 سنة. خجول وخائف يقترح علينا هذا الأخير 300 درهم لقضاء الليلة. يعمل ما لا يقل عن 150 شرطيا في فرقة الشرطة السياحية في جمال الفنا، و16 كاميرا تراقب الساحة، ورغم ذلك لا أحد يأبه لهذا السائح الأجنبي وهو يفاوض الطفل الذي يركب الدراجة على بعد أمتار قليلة من مخفر الشرطة. هما ماذا بهم هاد العباد، هادو هما اللي راهم يدخلوا لهم الأورو، هادو هما اللي راهم يطلعوا لهم في الاقتصاد تاعهم. الاقتصاد تاعهم ثبت لك عندهم اقتصاد، هما عندهم هاد الشيء اللي راه يدخلهم العملة الصعبة. هذا ما كان، وشوية فوسفات شوية من هذا ما كان، هذاك صرف برك. مشهد اعتاده المارة في مراكش وإن كان يثير حفيظتهم. التقينا بأحد هؤلاء الأطفال الذين دمرت السياحة الجنسية حياتهم إلى الأبد. سمير بدأ ممارسة الدعارة في سن 12 على يد واسط مغربي تعرف عليه في قاعة ألعاب. بعد 4 سنوات اكتشف سمير أنه مصاب بمرض الإيدز. الله يحفظه ويستر، الله يحفظه ويستر. كنبان نتفلع في البيار داك التخربيق كنت باقي صغير، جا هو يدخل يجي واحد قال لي يلاه ما عند واحد الكوري ما نعرفو، مشيت معاه. دخلت انا وياه داك الكوري، عطانا واحد البركه ولينا غتمشي هادني لا غتلاه، كنحارف حتى وليت نمشي في هذيك القرى. وراه نصرا فيهم غير مرض، تيمرضوك عقليا وجسديا، ما تيخليولكش ديك شي يقولوا ما كاع ديك لافونس باش تهضر وباش تقاوم ولا شي لعبه، فهمتيني؟ الا بقيت بهذاك الشيء غتمرض مرض ضروري منه. الأطفال الذين يدخلون هذا الجحيم يتحولون إلى ضحايا أشخاص يستغلون بؤسهم، وعائلات لا تتردد في الزج بأبنائها إلى الشارع للحصول على دخل إضافي مهما كان مصدره. أنا ما فهمت واش اللوم في هادو، ما زعما واش اللوم
نلوم الفقر ولا نلوم العباد ولا نلوم بون ميميسيس باين السلطة باينة، بصح واش نلوم اسكو العباد هادوما ربي يجيب الخير وخلاص يا خوتي. الحمد لله حنا في الجزائر رانا في نعمة. تيجي تيقلب هو عنده فلوس فهمتيني، هو عنده فلوس الفو تيقال عليه ما عندوش بزاف د الحوايج تيطمعوه بجوج ريالات ولا شي لعبه وتيمشي معاه تيجي اللي بغا. عائلاتهم ما تيسوقش لهم، عائلاتهم هو براسو تيقول له سير خرج دبر ليا، مو تقول له خرج جيب لا ما جبتيش ما تباتش. اسمع خويا العزيز، والديهم يقولهم خرجوا روحوا ديروا هادشي باش تجيبونا الدراهم. اسمع خويا العزيز، هادي مروكو الصغيرة. سير خرج لا ما جبتيش ما تباتش. مين بيمشي هاد الدري هذا غادي يصور 100 درهم 4000 غادي يصورها، خاصو يجيبها لدارو. داك الدري تيخرج تيلتاج اي حاجه تيهز كلينيكس يزور فهمتي دير ليه شي نصراني يمشي معاه عادي. دوك نزيد نوري لكم الحالة اللي راهي مور الزلزال بعد شهر من الزلزال. ينقدوا هاد الناس ويحيدوا التراب. المغرب عندنا كما قلت لك الدولة ديالنا فقيرة، الدولة ديالنا فقيرة. عاش الملك، واخا دولة فقيرة عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. دابا قلتي عاش الملك ياك؟ والله يرحم الحسن الثاني. باقي شي حاجة شي أسئلة ما تقول؟ مثل هذا هما السبة تاع البلاد، باش بقاو هكذا، باش بقاو في الفقر هدايا كيما العياشي هذا مثلا. هذا هو السبة الكبيرة. حنا كنعرفوا الملائكة. عرفوا الملك، عاش الملك. انت كتعرف الملك؟ زيد حنا كنعرفوا الملائكة. عرفوا الله. الله سبحانه والملائكة. عرفوا الله اللي كنعرفوا. الله والملائكة هما اللي كنعرفوهم حنايا. الله والرسول حنا مؤمنين. والله يا خوتي غير يطلع لي المورال كي نشوف واحد يريبوندي على عياشي يقول له عندنا حنا نستعرفوا غير بربي ما نستعرفوش بهذاك ميميسيس. صافي كرون بليزير باك شغل تعاود تولي لك الثقه هذيك تاع اخت. حنا دوك انا نشوفوا فيهم باللي كاع ولاو هكذاك، الحمد لله مازال حبه شادين. وحنا كاع ولاد 9 اشهر ما تمراو بنتها. هنا ما تمراو بنتنا. هادو هما الاسئله اللي بدك تعطيني. انا راحت مني قلت لي عاش الملك، انا راني قلت لك كاين الله والملائكه. واشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا بعد هدرتي دابا مشكله ولا غير مشكله. بارك الله فيكم خوتي، ما تنساوناش بجنب برك باش ما يطيروناش الفيديو، رانا بالسينيال يا ودي راه مهلكينا العياشه. ليسونسيال صلوا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وتحيه الجزائر. السلام عليكم.